تعد مستشفى الباطنة الجديد بجامعة الفيوم من أهم المستشفيات التي افتتحت مؤخرا في هذا المجال، حيث تستقبل أكثر من 500 مريضا يوميا، تضم أهم الأقسام التي يحتاج إليها المرضى خاصة في حالات الحوادث. وتستهدف إدارة المستشفى زيادة عدد الأسرة خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات وقسم الباطنة. الجدير بالذكر أن مستشفى الباطنة الجديد بمحافظة الفيوم سوف يقوم بعمل الافتتاح الرسمي للمستشفى في مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة. الأستاذ الدكتور عصام علي حسن، رئيس مستشفى الباطنة الجديد بالفيوم. كلمنا حضرتك عن الجديد في مستشفى الباطنة هنا داخل جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتوا مستشفيات جامعه الفيوم. مستشفى الباطنه الجديد هي مستشفى تم تجهيزها من اجل خدمه ابناء الفيوم في تخصصات الباطنه العامه والباطنه الخاصه والاطفال والرعايه المركزه. الحقيقه احنا ابتدينا الافتتاح التجريبي للمستشفى من عده شهور. ابتدينا تقريبا بتلت كفاءة المستشفى، يعني جس نبض المستشفى بالظبط. ابتدينا بتلت كفاءة المستشفى والحمد لله رب العالمين. ابتدينا في تصاعد، وصلنا دلوقتي تقريبا ل 70% من الاشغال، ومخطط ان شاء الله نوصل 100% خلال الفترة القادمة مع الافتتاح الاساسي للمستشفى. عن مستهدف داخل الاقسام هنا، احنا عندنا مثلا وحده رعايه مركزه مستهدف فيها 30 سرير رعايه مركزه، وده عدد كبير الحقيقه في الرعايات. وصلنا دلوقتي ل 17 سرير ساعه تشغيل، وان شاء الله خلال الفتره القادمه نوصل لل 30. من الأقسام الأخرى اللي افتتحناها في المستشفى قسم الحضانات ورعاية الأطفال المتسرين. ابتدينا ب6 حضانات، المستهدف إن شاء الله نوصل ل 20 حضانة خلال الفترة القادمة. وصلنا دلوقتي 8، وإن شاء الله في الفترة القادمة نوصل ل 20. برضه عن أقسام المخ والأعصاب، لأن هي الوحيدة من نوعها هنا داخل مستشفى الجامعة. من الأقسام المتميزة في المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم أقسام البطنة الخاصة، وبتشمل المخ والأعصاب. والحقيقة المستشفى هي المستشفى الوحيد في الفيوم المجهز بوحدة رنين مغناطيسي عالي الجودة، بتخدم مرضى السكتات الدماغية والجلطات والنزيف المخ ومرضى المخ والأعصاب بتخصصاتها المختلفة، بالإضافة لوحدة رسم العصب ووحدة رسم المخ، ودي كلها حاجات مكملة لأمراض المخ والأعصاب. عملية زراعة القوقعة برضو تم عملها هنا داخل مستشفى الجامعة. الحقيقة تم عمل حالتين لزراعة القوقعة في المستشفيات الجامعية لجامعة الفيوم في مستشفى الجراحة تحت إشراف أساتذة من القوات المسلحة، والحمد لله رب العالمين النتائج هايلة جدا جدا جدا. وحتى بنفكر إن شاء الله بإذن الله نعمل قريب مؤتمر نعمل عملية نعرض فيها النتائج إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ده في مستشفى الجراحة، في مستشفى الجراحة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد خشاب عميد الكلية والدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية. تطوير المستشفى بمحافظة الفيوم طبعا مجهود مشكور. الحقيقة لفت نظرنا في التقرير انه اجراء عمليتين جراحيتين تحت اشراف اطباء من القوات المسلحة، ده بيأكد لنا انه القوات المسلحة دايما متواجدة مع المواطن المصري وفي كل مكان، ويمكن ده لانه الحمد لله الجيش المصري هم أبنائنا، هم إخواتنا. القوات المسلحة في كل مكان بتقدم الخدمة اللي بيتمناها المواطن المصري، مش اللي بيبحث عنها فقط. مشاهدينا الأعزاء، الحقيقة أحوال